مرحبا مرحبا يا حلوين، يا رب أموركم تكون تمام. اليوم لعشاق الحلويات العربية السورية يلي نفسكم تاكلوا نوع حلويات يكون سهل وسريع وبسيط، من غير مكونات كتير، من غير ما تقعدي تعملي وتسوي وتعملي خطوات كتيرة. أنا جبتلك اليوم أسهل وأسرع طريقة لعمل البقلاوة المكشكشة يلي هيك فيها حركة حلوة وتحسوا إنه متعوب عليها كتير، بس هي عمايلها كتير سهلة. تعالوا يلا نشوف شو عملنا. أول شغلة جبت لفة واحدة من الجلاش زي ما انتم شايفين. هلأ هي بتكون بالعرض، أنا رح أقسمها من النص بالسكينة وأحط الطبقتين فوق بعض. عندي سوداني رح أطحنه زي ما انتم شايفين بالكبة. طبعا أنا بحب أعمل قدامكم كل التفاصيل عشان تكونوا عارفين، بس أنا هيك عملتها بالكبة. صار عندي السوداني كتير ناعم، هذا رح أحتاجه بالحشوة. هلأ زي ما قلت لكم أنا رح أقسم ورق الجلاش ورح أحطهم فوق بعض. رح أبدأ أمسك واحدة واحدة هيك بالعرض وأبدأ أرش عليها السوداني يلي أنا ضربته أو فرمته بالكبة. ورح أجيب أي عصاي تحت الشيش طاووق، أي شغلة هيك عندكم طويلة تقدروا أنكم تلفوا عليها. أنا بلف شوي شوي عشان الورق تاع الجلاش ما ينقطع ما يصير أي شغلة. رح أبدأ إنه أسحبها من الطرف وأكشكشها قبل ما أسحبها وأقطعها، وأبدأ إنه أحطها بالصينية. رح أعمل كمان قدامكم زي ما أنتم شايفين، وراح أضمها وأسحبها شوي شوي وأقسمها. ممكن تقسموها لجزئين لثلاث أجزاء على حسب شكل الصينية الموجودة عندكم. بنفس الطريقة رح أبدأ إنه أحط سوداني. طبعا أنتوا بتقدروا تحطوا أي نوع مكسرات، بس طبعا إحنا علشان ما يكون في تكلفة عالية عليكم أنا احتجت أو أنا اخترت إنه أحط من جوا السوداني، من برا رح أحط الفستق الحلبي. في ناس طبعا هي بتنحشى بالفستق الحلبي كمان، ممكن تحشوها بأي نوع مكسرات موجود عندكم زي ما انتم شايفين. طبعا أنا هيك عملت الكمية كلياتها. طيب هلأ شو سر إنها تكون من جوا طرية؟ هي السمنة. في ناس بيستخدموا السمنة الزبدة، أنا طبعا عندي السمنة البلدي. سيحتها بالمايكروويف وبدأت إنه أحطها عليها على كل الأطراف من في الصينية، يعني عفوا في كل أطراف الصينية. بدأت هيك كمان أحركها اللي هو أتأكد إنها تغلغلت وتشربت السمنة. هذا اللي رح يخليها طرية. رح نعمل هلا الشربات أو القطر. رح أحتاج زي ما انتم شايفين هون سكر، ورح أحط نصهم مي، يعني نص كمية السكر، ولازم أعصر ليمونة ورح أخليه يغلي. وأول ما يغلي هيك بيطلع أشياء لونها بيضة بشيلها وراح أحطه بالثلاجة عشان طبعا طلعوا هون. طبعا أنا حطيتها بالفرن وضليت بنتبه عليها. لو انتي عندك الفرن الهوائي راح تتحمر وتاخد لون على طول. انا ما عندي هذا الفرن، انا بشغل اول شغل الفرن وتأكدت انها استوت، بعدين خلتها تاخد لون. وهون طبعا بصب عليها الشربات او القطر وهو بارد كتير كتير اول ما تطلع من الفرن، وببدأ ازينها بالفستق الحلبي اللي انا فرمته او ضربته بالكبة. طلعوا ما احلى شكلها وما احلى لونها، عن جد عن جد كأنها رسمة. رح ابدأ هيك احطها بالصينية بالصحن عفوا. تطلع ما أحلاها، مكشكشة ومقرمشة وكمان طرية، يعني مش ناشفة أبدا من جوا لأنه إحنا حطينا عليها سمنة كتير كويس. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا إنكم تعملوا لايك شير سبسكرايب وتدعموني أكتر. بليز 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 ادعموني إذا عجبكم الفيديو. شكرا كتير إلكم وبحبكم من قلبي. مع السلامة.